بيبدأ الفيلم مع أفضل مدرب كيك بوكس في العالم اسمه كي. هو بيتمرن، فجأة بيجيله 2 شباب زاك ومايك بيطلبوا منه ان هو يعلمهم ويكونوا تلامذته. فهو بيقول لهم اعلمكم ليه يعني؟ قرايبي اصحابي، طب حتى معارف من بعيد؟ يلا يا ابني انت وهو امشوا من هنا، مش بعلم حشرات زيكم. مايك بيقول له ما تشتمنيش لو سمحت والا هتزعل. فبيرد عليه شكلك كده عايز تضرب وانت معاه؟ زاك بيقول له اكيد مش هسيبه يتضرب لوحده، عارف انك هتضربنا بس يلا بينا. كي بيقول لهم كده انتوا اثبتوا ان ينفع اجربكم، لان اهم حاجه عندي القلب الجريء، طالما ما خفتوش مني يبقى قلبكم تقيل، هضربكم بس عندي شروط طبعا. اولا ما بحبش حد يناقشني في التدريبات ولا نوعها، اللي اقول عليه يتعمل وبالحرف. تاني حاجه كل اسبوع انتوا الاثنين هتغسلوا لي العربيه بتاعتي وتروقوها كمان. عاجبكم يلا نبدا، مش عاجبكم امشوا وما تجوش هنا تاني مهما حصل. بيردوا عليه احنا ممكن نغسلها حالا مش الاسبوع اللي جاي. كي بياخد زاك يخليه يتمرن مع 2 تاني هو بيدربهم، ومايك بقى بيعملوا تدريب خاص، بيعلق له ورقه وبيقول له اضربها بالبوكس، فبيضربها. فبيقول له لا مش صح، اعمل كده، ضربتك لازم تفتح الورقه، لو ما فتحتهاش هتفضل تكرر التمرين ده على طول لحد ما اقول لك وقف. مايك بيفضل فعلا يجرب كتير، لا كتير بزياده يعني، واضح ان المهمه دي شبه مستحيل عليه. بيخلص اليوم كله وهو لسه بيجرب. كي بيقول له خلاص روح النهارده، تعالى بكره كمل، بس هات معاك كشكول 80 ورقه غير اللي انت خلصته. وهنا بيرجع الفيلم بينا فلاش باك لقبل شهر تقريبا علشان نعرف ايه حكايه زاك ومايك. بنعرف ان زاك كان ملاكم وفرحان جدا بنفسه، وطول الوقت جايب بنات معاه علشان يتفرجوا عليه وهو بيلعب ويبهرهم وكده، لحد ما فيهم واجه منافس محترف حقيقي فطحن ضرب لما ورم. لا ورم بجد مش كلام، بسبب ان زال ده بعد كده عارف من الدكتور اللي هو بيعالجه انه ما ينفعش يلعب ملاكمه بدل الحياه، لانه لو اتضرب في عينيه مش هيشوف بيها تاني. اما مايك بقى بيلعب مصارعه، وفي يوم وهو بيتدرب واحد اتولد في والده وعايره باهله، فهو اتغاب عليه وضربه بزياده، وضرب كمان المدرب بتاعه، فخسر الفريق اللي بيلعب فيه ومستقبله. المهم الاثنين بعد فتره بيروح لشاب عبقري في الجامعه اسمه ماكس، وده عامل مسابقه غير شرعيه متوقع تكون الاقوى في العالم. الشباب عجبهم قوي، والبطوله بتاعته الجديده هتبدا قريب، اللي هيفوز بيها هيبقى مشهور جدا وهياخد فلوس كتير. بيطلبوا منه يدخل المسابقه، هو بيقول لهم بس انتوا مستواكم وحش جدا، اي منافس هيكسبكم بسهوله، الاول لازم تروحوا لمدرب قوي يطلع افضل ما فيكم، ونعرف واحد هو الافضل في العالم. كي لو دربكم شهر واحد هتكسبوا اي حد، بس المشكله ان هو مش هيوافق. المهم الاثنين بيروحوا له، وهنا بيرجع الفيلم بينا للوقت الحاضر. بنعرف كمان ان الاثنين التانيين اللي بيدربهم كي شباب غلابه، منهم واحد ناس كانت بتفتري عليه وبيدربهم من غير اي مقابل. مايك تاني يوم بيمشي في اي مكان يجرب موضوع الورقه، وبرضه مش نافع والناس كلها بتضحك عليه. كي بعد اسبوع تقريبا بيخليه يسيب الورقه دي ويتمرن معاهم عادي. بتعدي ايام وهما بيتمرنوا، وواضح ان هما بيتحسنوا كتير. وفي يوم هنا بيجي له ماكس وبيروح يقابل كي وبيقول له انا جاي اعمل معاك صفقه حلوه، انت اكيد محتاج فلوس تصرف على نفسك واكيد مش هتقدر تشارك في المسابقه، فانا عندي حل اسهل بكتير وبسيط قوي، تلعب يوم واحد في الاسبوع معايا في البار. هنعمل ماتشات مدتها 100 ثانيه، اللي يقدر يواجهك اكتر من 100 ثانيه هيكسب $100، واللي يخسر يدفع لك $100. كي بيوافق وبيروح معاه، وفعلا بيواجه ناس كتير هو كلهم بيكسبهم بمنتهى السهوله والشياكه، وتلامذتهم بيكونوا موجودين وبيتفرجوا. وهنا فجاه بتطاق في دماغ مايك انه يروح يتحدى الاستاذ كي وبيدفع له الحلبه. كي بيقول له دي فكره غبيه قوي منك، بيبقى مش عايز يضربه في الاول، بس مايك بيظهر انه عايز يستعرض عليه كمان، فبيضطر يقل منه، وفي الاخر بيمسكوا ماسكه استسلام. مايك يستسلم لا بيرفض برضه. كي يقدر يكسر دراعه بمنتهى السهوله بس مش بيرضى، وبيحصل عشانه عادي. المهم تاني يوم واحد من رجاله الشرطه مش بيحب كي ابدا، بيروح له بيقول له المكان ده لازم تسيبه وتمشي، لو قعدت لحد بكره هاجي اسجنك. هو بيزعل جدا وواضح ان هو مضطر يمشي ويسمع الكلام، وما عندوش اي مكان بديل. مايك بيروح له علشان يعتذر له على اللي حصل في البار وانه اتحداه كده، فبيقول لهم يلا امشوا من هنا كلكم، ما عادش عندنا مكان نتمرن فيه. المهم بيفكروا مع بعض يعملوا ايه ويحلوا المشكله دي ازاي، وبيلاقوا مكان مع بعض بتاع واحد من اصحابهم، مكان مهجور وقديم، بيوضبوه ويروقوه، وبتكون معاهم حبيبه زاك ايف اللي هنا بتتعرف على مايك. في النهايه بيقدموا المكان ده هديه لكي، وبيكتبوا كمان عليه اسمه. هو بيعجبه جدا وبيشكرهم، ومن تاني يوم بيكملوا تدريبات، بيعلمهم بقى شويه حركات استسلام وازاي يعلوا لياقتهم ويعملوا فورمه اقوى. بتعدي فتره طويله وايام كتير وهم بيتمرنوا، ومستواهم بيتغير 180 درجه، طبعا بيكونوا اقوى من الاول بكتير. وبنعرف في يوم من كلامهم مع بعض ان كي كان مسجون لمده 2 بس محدش منهم عارف السبب، وعلشان كده اضطر يسمع كلام رجاله الشرطه لانه واخد افراد مشروط، لو عمل اي مشكله مهما كانت صغيره هيرجع للسجن تاني. كي في يوم بيلاقي 2 من تلامذته هيتخانقوا، مايك وجو، فبيقول لهم لا بقول لك انت وهو ما عنديش حد يتخانق كده، امال الحلبه دي اتعملت ليه؟ ادخلوا جوه وطحنوا بعض، فكركم هحشكم وكده؟ لا يلا بس خلونا نتفرج ونستمتع. المهم بيدخلوا الحلبه، ومايك لانه متعصب زياده جدا كعادته يعني بيخسر بسهوله. جو بيعلم عليه لكنه برضه بيرفض يستسلم لحد ما بيفقد الوعي. تاني يوم في سكن الجامعه ايف بتروح له عشان تطمن عليه، عرفت اللي حصل له، وبيبقى واضح ان هو معجب بيها وهي كمان. كيف يوم وهو بيتمرن مع زاك
بيعرف موضوع عينيه وانه لو اتضرب فيها مش هيشوف تاني، فبيقول له عادي يعني انا مش همنعك، انا مش والدك انا مدربك، انت كبير وتقدر تفرق بين الصح والغلط، وانت عارف انك اللي بتعمله غلط، وبالذات المسابقه اللي هتشارك فيها الاهم انك تتحمل نتيجه اختياراتك وما تلومش حد غير نفسك بعدين، وانا كمدرب هعلمك حاجات تانية اهم، ازاي تحمي وشك وتحمي عينيك ودايما تلعب على انك اعصر صدر للمنافس جنبك السليم. بالليل تيم تلميذ كي الرابع بيكون واقف قدام حانه مستني والدته تخرج علشان يروحها لانها بتشتغل في الحانه دي، بيلاقي واحد بيضرب واحده فبيروح يدافع عنها ويضربه، فصاحب الحانه بيعرض عليه ان هو يشتغل معاه بمقابل $400 في اليوم، فبيقول انا موافق طبعا بس بشرط ان المدير يروح يرفض والدته من غير ما تعرف هي. المدير بيقول له مفيش مشكله هيرفضها. المهم بتعدي فتره وهما بيتمرنوا مع بعض، وزاك وسط كل ده مش ناسي الحاجه اللي اصلا بيتمرن علشانها، المعجبات والبنات، ولما بيقترحوا حواليه على طول بيبعت مسج لايفا بيقول لها خلاص احنا علاقتنا انتهت شوفي حالك. وجو التلميذ الثالث بيروح لشويه شباب كانوا بيضربوه زمان ايام ما كان ضعيف وكده، بيمسكهم يطحنهم ضرب بس بطريقه مش حلوه وبيستعرض عليهم قوته، واضح ان القوه طلعت الشر اللي جواه. بعد كده بيروح لكي وبيقول له على كل اللي حصل، فكي بيقول له امشي من هنا وما ترجعش تاني مهما حصل مش هدربك. ومايك في الوقت ده بيخرج مع ايف بعد ما عرف ان خلاص زاك سابها، هي بتحاول تقنعه ما يشاركش في المسابقه لكنه بيكون مصمم، وبيقول لها هنا ان هو معجب بيها جدا وعايزها تكون حبيبته. هي بتوافق وبتقول له انها كانت معجبه بيه من اول مره قابلته لكن ارتباطها بزاك كان منعها. ماكس بيبدا يجهز المكان اللي هتتلعب في البطوله وبيبقى فرحان جدا لان التذاكر كلها اتباعت بدري قوي، بس كي بيفاجئه وبيقول له زاك بيفكر ينسحب واحتمال ما يلعبش البطوله دي، فماكس بيقول له طب ما تشارك انت مكانه هتاخد مبلغ كبير جدا لو كسبت. كي بيقول له انت اتجننت ولعب تلامذتي ابقى بدربهم وفي الاخر اكسبهم، انا اكتر واحد عارف نقاط ضعفهم ومش نازلها ان ندخل المسابقه دي. ماكس بيفضل يزن عليه لكنه بيرفض، ولما بيخرج ماكس الشرطي اللي هو بيكره كي بيجي له ومعاه 4 تانيين وبيقول له في حد بلغ عنك ولازم نفتش بيتك بالعافيه. كي بيقول له اتفضل فتش ما عنديش اي حاجه خاف منها، فبيخرج له من جوه ومعاه مسدس وبيقول له ده بتاعك لقيناه عندك. كي بيقول له اكيد مش بتاعي انت اللي جايبه معاك، فبيقول له تروح السجن وهناك نشوف بقى، وبيكلبشوه. مش بس كده ده بيكون كمان عايز يضربه وبيغلط فيه كتير قوي. كي بيضطر يتعامل معاه واللي بيلمحوا هنا بيمرجحوا بيطلع النينجا اللي جواه عليهم، ده ما بيفرقش معاه عدد ولا انه متكلبش والكلام الفاضي ده، بيتفرشوا في الاخر كلهم على الارض سجاده. وماكس بيصور كل اللي بيحصل صوت وصوره وبينشر الفيديو كمان. لما بيروحوا الاسم بسبب الفيديو موقف كي بيكون قوي جدا بس مش بياخد افراج على طول. الاهم بيعرفوا هنا ان اللي حط المسدس في بيت كي هو تلميذه اللي طرده جو، كان بينتقم منه، فبيقرروا مع بعض ان هم ينتقموا منه ولكن في المسابقه لان هو كمان مشارك فيها. بالليل البطوله بتبدا واول ماتش بيكون لمايك اللي بيقدر يقضي على المنافس بتاعه بسهوله، وزاك نفس الكلام وبيتاهلوا ماتش ورا التاني. جو بقى بيكون اصعب من الكل ومش بيرحم منافسينه. تيم بيقضي على المنافس بتاعه بضربه واحده. النزالات بتكون قويه جدا كلها وكل ما يعدوا مرحله المرحله اللي بعدها بتكون اصعب، في الاخر بيوصلوا لنصف النهائي اخر مباراتين واول ماتش قوي بيكون ما بينهم. مايك بيواجه زاك، بيبدا على طول النزال بينهم وبيكون قوي جدا وصعب، بس واضح ان هم مش عايزين يأذوا بعض اصلا، عايزين حد يكسب بسلام. في نفس الوقت ده بيظهر ان جو نجل جدا بيستغل فرصه في الحمامات وبيضرب تيم بحديده على اخوانه من غير ما ياخد باله علشان يخليه ما يقدرش يلعب نصف النهائي لانه عارف ان الماتش ده صعب قوي عليه. مايك بيقدر يكسب زاك في النهايه وبيتاهل للنهائي، وبيعرف بعد كده اللي حصل لتيم وان مش هيقدر يلعب الماتش، فكده مايك هو الامل الاخير وان يكسب جو ويجيب حق كي. بيبدا على طول النزال الاخير ما بينهم. في نفس اللحظه دي كي بيرجع لهم وبيدخل يتفرج على النزال وطبعا بيشجع مايك اللي بيكون بيطحن ضرب. جو مش رحمه، كي بيقول له خليك هادي واستخدم ذكائك اكتر من عضلاتك، هو مشغول بالضرب في رجلك، اشغله اكتر واضربه انت في وشه بطريقه الورقه زي ما علمتك. مايك بيسمع كلامه وتعليماته وعلشان كده بيقدر يمرجح جو. من الاخر كده بيمسح بيه الحلبه وبيقل منه قدام الناس كلها. في الاخر بيجبره ان هو يستسلم وبيكسب مايك النزال وكلهم بيحتفلوا بيه. وبعد الاحتفالات دي كلها بتيجي مكالمه من شخص مجهول بيقول لك انا عايزك في مسابقه، عرفت ان انت عايز ترجع تلعب، عندي مسابقه اقوى من اللي عندك بكتير، ايه رايك تشارك؟ كي بيقول له اشارك ليه لا، ده بقى اللي هنشوفه في الجزء الرابع من الفيلم. لو عايز قول لي في الكومنتات وكمان انده على صاحبك اللي تحب تشوف الفيلم ده معاه. سلام.